والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من تبع يوم الدين. أما بعد، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باجتماع وزراء اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022 عن مجموعة من القرارات الهامة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، حيث جدد الرئيس الوقوف إلى جانب الطبقات الهشة. ومن بين هذه القرارات رفع الأجور بالزيادة في النقطة الاستدلالية في احتساب رواتب الوظيف العمومي، وهذه بشرى سارة للموظفين. كما قرر رفع منحة البطالة من 13 ألف دينار جزائري إلى 15 ألف دينار جزائري. فألف مبروك للجميع. نتمنى مزيد من القرارات التي تخدم المواطن الجزائري.